والحديث الآن حيكون في 3 محاور مركزية. المحور الأول بخصوص المعلومات التي حصلنا عليها من خلال مجموعة الهاكرز التي اخترقنا من خلالها ضباط وجنود العدو. والمحور الثاني ردات فعل القيادة السياسية والأمنية والعسكرية على هذا الموضوع. والمحور الثالث اللي هو عملنا على الأرض من خلال متابعة هذه النقاط التي حصلنا عليها داخل قطاع غزة ومعرفة الأشخاص الموجودين فيها. أثناء العمل في الوحدة على جمع المعلومات من خلال جنود العدو حدث شيء غريب. في تاريخ 30/1/2016 الساعة 4 مساء وجدنا نقطة إحداثية للضابط هود ديان الذي يعمل في لواء جولاني في منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة. في البداية اعتقدت أن هناك إزاحة في هذه النقطة يفترض تكون في أراضي 48، الآن موجودة هي في الشمال. لم ألقي بال لهذه النقطة في البداية، لكن بعد يومين وتحديدا في 1/2/2016 وجدنا إحداثية أخرى لجندي آخر هو شلومو بن إليعزر، الجندي الصهيوني يعمل في لواء جولاني، وهذه النقطة الآن وجدناها بجوار مطار غزة شرق رفح. تواصلت يومها مع مراصدنا القسامية في رفح، واعتقدت في البداية قد يكون هناك دخول للجنود الصهاينة فوق الأرض للتغريف على سبيل المثال، لكن وجدنا لم يدخل أحد داخل شرق رفح يومها. في المساء تواصلت مع الأخ قائد الكتيبة أبو أحمد البواب، وأخذت مع الكمبيوتر ووضعت عليه إحداثية نقطة الجندي وسألته سؤال: ماذا تعني لك هذه الإحداثية؟ فلما رأى المكان قال: توجد لنا عين نفق بعيدة عن هذه الإحداثية مسافة 30 متر فقط. مع العلم جواب الأخ أبو أحمد تكرر مع 2 من الإخوة القيادات في الشجاعية وفي جحر الديك، أجابوا بنفس الطريقة: توجد إحداثيات لجنود صهاينة بجوار عيون للنفق على بعد 30 متر. بطبيعة الحال أصبحنا الآن أمام شيء ملفت للنظر، يجب أن نفسر وجود هذه النقاط كيف دخلت باتجاه قطاع غزة. بدأنا نخترق أكبر عدد ممكن من دائرة الجنود الاثنين هؤلاء التي ذكرناهم، اللي هو شلومو بن إليعزر وهود ديان، ومن خلال الوحدات التي تعمل معهم تعرفنا على تقريبا 35 جندي لغاية أواخر 2019 جنود دخلوا داخل قطاع غزة. على مدار ال5 سنوات الماضية امتلكنا عشرات إن لم يكن مئات الأدلة باتجاه وجود أنفاق داخل قطاع غزة أو تحت قطاع غزة للعدو الصهيوني. والآن سوف أذكر فقط جزء بسيط من هذه الأدلة لضيق الوقت المتاح، بالإضافة إلى سرية بعض المعلومات التي لا زالت سرية ليست في مصلحة المقاومة كشفها حاليا. بتاريخ 6/3/2016 الموافق كان يوم الأحد، وجدنا مراسلة بين النقيب أور هنانا اللي بيعمل في كتيبة الاستطلاع الصحراوية 585 مع مجندة اسمها لينا عبر الفيسبوك. بتقول لينا: مرحبا، أنا بغزة، عندي شغل سري جدا. رد عليها الضابط: أنا يوم الأربعاء سوف أكون في غزة. بتضحك معاه هي وبتقول له: إن شاء الله حماس تأخذك، وبتقول له: أطلق لحيتك وانضم إليهم. فهو برد بيقولها: شكلي عربي جدا. هي بترد بتقول له: ممتاز، ونحن سنرسل لك شخص من النفق لإعادتك. بتاريخ 24/7/2016 ومن خلال الحديث مع الجندي إيشر شربيط مع شخصيتنا الوهمية سئل في أي وحدة تعمل، فقال: دفدفان. متى ذهبت إلى غزة؟ قال: منذ 3 أشهر. هل تذهب إلى غزة بالقرب منها أم في الداخل؟ قال: في الداخل، عميقا في الداخل. كيف تدخل إلى غزة بدون أن يراك أحد؟ قال: غزة منطقة خطيرة جدا، ونحن ندخل ونخرج منها بسرعة. كيف تدخل غزة بسرعة؟ قال: في السيارات المدنية، نلبس زي عربي ونركب سياراتهم وسريعا نقوم بتنفيذ عملنا. اسم المنطقة التي ذهبت فيها في غزة؟ فقال: الشجاعية. كم مرة دخلت غزة؟ فقال: 3 مرات.
كيف تحصلون على سيارات للذهاب إلى غزة؟ فقال يوجد للجيش الكثير من السيارات المدنية. كيف تدخلون؟ فقال في الليل وبهدوء عبر الأنفاق. كم عرض النفق بالأمتار؟ فقال أعتقد 3 أمتار. طبعا هناك المزيد من المحادثات في التقرير الشامل الذي كتبته في تاريخ 10/4/2018 وأرسلته إلى القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في الحركة، وتم تسريبه بعد 4 أيام فقط. ذكرت في البداية موضوع المحادثات. الآن سوف أتطرق إلى الجانب الإعلامي الذي يخص موضوع أنفاق عند العدو الصهيوني. ذكرت القناة العاشرة العبرية مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2016 أن جيش الاحتلال بيفحص شكاوى مستوطنين حول وجود حفريات تحت منازلهم، ويخشون من أن تكون هذه الأنفاق تابعة للمقاومة. أكد المستوطنون سماع حفريات تحتهم. מה שהקלטתי זה מה ששמעתי, זה באותו הלילה, אני חושבת שזה הכי חזק שהיה ever. זה היה השיא של הרעשים. שומעים? זה קונגו. זה קונגו, אני יודעת מה זה קונגו, כאילו, לא סתם ניחשתי. 2 בלילה, אף אחד פה לא תופס קונגו. בדקתי עם עוד אנשים בקיבוץ, עוד אנשים שמעו באותו פרק זמן את מה ששמענו ביחד. בדקתי עם גורמי צבא, אם היה על גדר המערכת, אם היה איזה משהו, עבודה, פעילות. כולם ענו שלא היה שום דבר באותו זמן. رغم كل هذه الشكاوى من المستوطنين لم يتعامل العدو أو الجيش فعليا مع هذه الشكاوى، وهذا بيؤكد أن هذه الحفريات تابعة لهم أصلا. أيضا مرفق العديد من التقارير الإعلامية تخص أنفاق في التقرير الشامل الخاص بأنفاق. النقطة الثالثة كدليل عام على وجود هذه الأنفاق، مداخل الأنفاق في داخل أراضي 48. الآن نحن عندما نلتقط إحداثيات الجنود يكون في هناك تجمع لهؤلاء الجنود في المكان الذي يتم منه حفر النفق، بمعنى بحكم أن الجندي يحفر في بداية النفق فكل إحداثياته بتكون موجودة في البداية هناك، وبالتالي يكون عددها كبير جدا. فتم التعرف من خلال معرفتنا بهذه الإحداثيات على مكان حفر النفق في أراضي 48. والنقاط الحمراء الآن الموجودة حاليا على الخريطة هي نقاط تجمع، بمعنى هي نقاط لبداية الحفريات لهذه الأنفاق باتجاه قطاع غزة. لو افترضنا الآن أنه هذا المكان هو مكان حفريات، إذن المطلوب شغلة بسيطة، أنه إحنا نرسل الطائرة الخاصة بنا كمقاومة باتجاه هذا المكان ونشوف إيش الموجود هناك. طلبت بطبيعة الحال من المسؤول المباشر يومها في غزة الأخ أبو عماد باسم عيسى نرسل الطائرة باتجاه المكان. طبعا رفض قاطع بحجة أنه غير مقتنع بهذا الموضوع. اتحايلت أنا حقيقة على الموضوع وذهبت باتجاه مسؤول ملف الطيران وبلغته عندما يكون في مهمة باتجاه العدو أرجو دخول الطائرة على مسار موقع فجة وفي موقع كفار سعد. قال لماذا؟ قلت له خلينا نشوف وبفرجها الله وقتها. فعلا ذهبت الطائرة باتجاه المكان وكانت هذه النتيجة. موجود بركس كبير تحدث فيه حفريات، موجود حوالي 150 شاحنة فيها من التربة رمل أو فيها طينة وهكذا. طبعا التغير في نوع التربة بدلل على تغير طبقات الأرض أثناء الحفريات. طبعا هذا احنا الآن الطيران لما أعطينا الإحداثيات وين أخذناها؟ أخذناها من نقاط الإحداثيات الخاصة بالجنود. طبعا بعد انتهاء التصوير جاء الأخ مسؤول ملف الطيران في اللواء وعرض الصور، وطبعا شاهدها الأخ أبو عماد، لكن رغم أنه شاهدها واطلع عليها طلبت منه نرسل الطائرة باتجاه مكان آخر من نقاط التجمع، لكن للأسف أيضا رفض إرسال الطائرة بحجة أنه غير مقتنع. بعد ذلك طبعا وجدت أنه لابد من إرسال إلى رأس الهرم اللي هو كان الأخ يحيى السنوار، والذي كان يومها مسؤول ملف كتائب القسام في الأقاليم الثلاثة في الداخل والخارج والضفة الغربية. وفعلا أرسلت رسالة بتاريخ 23/12/2016 أتحدث عن وجود أنفاق
والآن سوف تكون هذه الرسالة مرفقة مع هذا الفيديو. طبعا الغريب أن الأخ يحيى لم يرد لا سلبا ولا إيجابا على هذه الرسالة. أيضا من الشغلات الملفتة للنظر كان في آخر 2016 تم تكثيف السؤال عني من المخابرات الإسرائيلية في منطقة إيرز للناس الذين يذهبون باتجاه معبر إيرز، سواء كانوا تجار أو كانوا مرضى، فكانوا يسألوهم عني. وقد جاءني وبلغني 7 أشخاص من هؤلاء الناس أن المخابرات الإسرائيلية تسأل عنك في هذه الفترة. الملفت للنظر في 19/1/2017، بمعنى بعد حوالي 25 يوم من رسالتي للأخ يحيى السنوار حول موضوع الأنفاق، تم وضع عبوة لسيارتي على طرف الشارع عند أهلي في الوسطى، وكانت محاولة اغتيال، لكن الحامي رب العالمين نجيت من هذه المحاولة. الآن حدث بعض الشغلات حقيقة الملفتة للنظر. قام الأخ مروان عيسى بإغلاق الخبر عن كل المصادر الإعلامية، الكل يغلق الخبر سواء كان في القسام أو كان في الحكومة، لا أحد يتحدث عن محاولة اغتيال أبو عماد الطيار. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية، تم منع جهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام من الدخول في التحقيقات حول كيف حدث هذا الانفجار. ممنوع حد من الأجهزة الأمنية يشتغل، فقط الاستخبارات، فقط أبو أحمد نوفل تلميذ الأخ مروان. من الشغلات الملفتة للنظر أيضا أنه تم إغلاق الخبر حتى عن أعضاء وقيادة المكتب السياسي. لما أنا رجعت الأخ أبو فكر السراج فيما بعد والأخ يحيى السنوار أنه حتى يعني بعد الانفجار ما حد فيكم سأل عني أو زارني، فالاثنين بيقولوا لي للأسف والله ما عندنا علم أنه صار أصلا معك انفجار. أيضا من الشغلات الملفتة للنظر، بعد 2 ساعات فقط من موضوع وضع العبوة لقيت إشاعة بتقول أبو عماد الطيار وضع عبوة لنفسه من باب يشهر في نفسه أمام الناس. بتاريخ 24/3/2017 كان حدث استشهاد الشهيد مازن فقهاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. تواصلت مع الأخ أبو عماد التستري اللي هو باسم عيسى وبلغته توجد نقاط لبعض الجنود في تاريخ 25/3/2017، بمعنى بعد يوم واحد فقط من اغتيال مازن، مع أنه كل المعابر مغلقة. تمام؟ فرفض التعاطي مع هذه المعلومات ولا يريد أن يجلس مع أحد ولا يريد أن يسمع أصلا. الآن حدثت بعض الملاحظات حول أيضا اغتيال مازن فقهاء رحمة الله عليه. بداية كانت الاستخبارات تعلم جيدا بمحاولة الاغتيال لمازن فقهاء قبل حادثة الاغتيال، وكان يومها مسؤول ملف للمزدوجين الأخ أبو عماد الحلاق، وعرف من هؤلاء العملاء أن المخابرات الإسرائيلية سوف تقوم باغتيال مازن فقهاء، فقام الأخ مشكور بعمل بعض الإجراءات لحماية الأخ مازن رحمة الله عليه. اتأجر له شقة، وضع له كاميرات، وضع له حراسات. ثم بلغ الأخ أبو أحمد مسؤوله في الاستخبارات عما فعلوا فعليا. المفاجأة أنه الأخ أبو أحمد نوفل مسؤول الاستخبارات طلب من الأخ رائد الحلاق رفع الحراسة عن مازن ورفع الكاميرات عن مازن والتخلي عن هذا الملف وتركه، بحجة أنه الأخ مازن هو مسؤول الضفة الغربية وعنده من المقدرات والإمكانات بمثل الأخ أبو خالد الضيف، وبالتالي هو يحمي نفسه بنفسه وليس لنا علاقة في هذا الموضوع. طبعا تحت الضغط الشديد الأخ أبو عماد الحلاق فعلا رفع الحماية عن الأخ مازن.